الحمد لله طيب. شو اسمك؟ غانم. أنا زرتكم الكويت. ونعم. رحت عشان عمي ناصر خالدي. كان موجود طال عمرك في شهر 6 الماضي، كان في الكويت. ايوه. وكان مبسوط غانم، عاد بيرجع ان شاء الله الكويت قريب ان شاء الله. ايوه سعد الكويت من بعدها. حاليا سلمك الله عنده مؤسسة للأعمال الإنسانية، وهو اليوم يهنيك يعني حصولك على قائد العمل الإنساني، وهذا أمر تستحقه حقيقة. كل ما أشرح بالسلام تفاعل إيجابية. لحين ما قررنا أول بلاد وين نروح، بس عمي ناصر بيكون وياي وفريق بيكون وياي. إن شاء الله أنا بيك تكون معي في الفريق. إن شاء الله. موفق يا رب. إن شاء الله. يوفقك الله. اللهم آمين. الله يعطيك العافية. بس بياخذ وياك صورة غانم. لا تعال قاعد نور الله يخليك يا تعال خلي يمي. فعمرك هذه أم غانم. يا رب يسلمك طويل العمر، شارك يا رب يسلمك يا رب استريحي يا رب يسلمك يا رب يسلمك يا رب ربي يحفظك ان شاء الله. لنا الشرف يا طويل العمر. انا من الكويت طال عمرك. الله يحفظك، جزاك الله خير على اهتمامك طال عمرك في هذه الفئات، وهذا ما هو غريب عليك. نسال الله ان يطول لنا في عمرك ويخليك لنا ذخر يا طويل العمر. يا طويل العمر ولدكم ناصر الخالدي ما قصر، هو اللي فكرة المؤسسة وهو اللي مع غانم، يعني كلنا على قلب واحد. خليجة واحد طال عمرك، وانت ابونا وجزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا طال عمرك. مع السلامة. أنا جدا فرحان لأني شفت الأمير، وهو كان أبوي الغالي، وأحب أشكر أهل الكويت، وأحب أشكره، مشكور ما يقصر.